السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. اليوم جيت نقدم معكم هذه الطرطه الرائعه، سهله في المكونات وسهله في التحضير، على شكل قلب بدون قالب. بقاو معايا الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. عندي في المقادير 4 البيضات في حراره المطبخ، كاس ديال سنيده ديال العنبه كنطربوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، كنخليهم كيطربوا. من بعد كندوزو هنايا كناخدو الصفايه وكنديرو فيها كاس ونص ديال الدقيق، وجوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو المور، وجوج ساشيات ديال خميره ديال الحلوى ما يعادل 16 غرام، وكنغربلوهم. والخليط ديالنا ديال البيض والسنيده راهم كيطلعوا مع بعضياتهم. خص القوام ديالو يكون كريمي وكيولي مضاعف البيض والسنيده. كنخلطوهم مزيان بالباطو ولا بالماكينه ديال العجينه. كنزيدو هنا كاس ديال الزيت ديال العنبه، كنزيدوه بشويه بشويه والسرعه منخفضه. من بعد ما كيتخلط داك الزيت وكنزيدو واحد القبيصه الملحه، كنزيد النواشف بشويه بشويه، والماكينه تكون الدرجه ديالها منخفضه، ما تكونش السرعه عاليه. انا هنا مسرعه الفيديو. كنزيد بشويه بشويه والخليط كيتخلط باش داك الهواء اللي طلعنا في البيض ما ينزلش. وهذا هو القوام ديالنا ديال الكيك. شوفوا كي كيجي كريمي. من بعد غادي نديروه في اللاطه ديال الفران. هنا فيها 28 سنتيم، ولا بغيتو ديروا حتى ديال 26 سنتيم، والفران يكون شاعل من قبل. كندخلوها للفران، نقصوا العافيه متوسطه 180 درجه، ومده الطهي ديالها ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه دغيا كطيب. هنا من بعد ما طابت خليتها حتى بردات وقطعتها بالموس عندي الكبير. شوفوا كتجي كلها خفيفه ومتقبه وغزاله، كتجي لذيذه حتى في المذاق. قسمتها هنا على ثلاثه طبقات. بالنسبه للكريمه خديت واحد العلبه ديال الشونتيي مع كاس ديال الحليب يكون مثلج، واللي ما بغاش يدير هذه يدير نص كيلو عفوا نصف لتر ديال الكريمه السائله. هنا غادي ندير العلبه ديال كريم شونتي مع كاس ديال الحليب وغادي نطربهم. هذه بالنسبه للحشوه كنطربهم مزيان حتى كتطلع الكريمه. عندي هنايا الطبقه المقرمشه، عندي هنايا الفويتين ما يعادل واحد 100 غرام، وخديت هنا السيجار قطعته، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال النوتيلا، وغادي نخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وهذه هي الطبقه المقرمشه ديالنا، ساهله وكتجي بنينه وما تشبعوش منها. هنا من بعد ما خلطتها هذه الطبقه، هذه الكريمه من بعد ما طلعت دغيا كتطلع من كيكونوا المكونات باردين. الجينواز ديالي درتها في المول اللي طيبتها فيه. كلشي عندي واجد. غادي نسقيها بالقهوه بالقهوه. فيها كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر، واحد الملقه ديال النسكافيه. كنخليهم 5 دقائق فوق البوطه وبهم باش كنسقي، ولا كتسقيو بالحليب ولا بالمناضه باش ما بغيتو كتبغيو تسقيو. هنا كنسقيها وكندير الطبقه المقرمشه، كنوزعها على الطبقه كامله. ومن بعد كنزيد الكريمه. داك الكريمه كنقسمها على الطبقات باش كتجيني مقاده مع بعضياتهم. هنا من بعد ما قديتها درت غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الكيكه ولا الجينواز. ها هي من بعد ما درتها وسقيتها كنسقيها مزيان، كتسقى بداك القهوه. كنزيد الكريمه كنوزعها بمعلقه ولا بسباتولا باش ملي عندكم في الدار. وهنايا رشيت عليها السيجار كان باقي عندي، رشيته عليها من فوق صافي. وغادي نزيد الطبقه الاخيره ديال الكيكه. هنايا درت الطبقه الاخيره كنسقيها، عاد غادي نديرها من فوق. شوفوا كنقلبها على وجهها وكنديرها، وغادي نغلفها بالبلاستيكه وندخلها الفريغو نصف ساعه غير تشد معايا داك الكريمه والكيكه، ونرجع معكم. هنا من بعد ما خليتها نصف ساعه في الفريغو غادي نقلبها في الطبسيل. شوفوا ساهله.
اللي عنده المول اللي كيتحل يديرو. انا عندي هذا فيه فاش درتو، كنقلبوه في التفصيل ديال التقديم. هنا من بعد ما قلبتها في التفصيل غادي ندير علامه ديال زائد. شوفوا الطريقه، غتشوفوا كلشي في الفيديو. كنعلمو بالموس. هنا عيد تلفت غادي نقسم من فوق، خصني نقسم من الجهه التحتانيه، غادي نقسم ديك العلامه. المهم هانتوما كتشوفوا الطريقه في الفيديو شرحه نفسها باش تفهموا حتى نتوما وتشوفوا. كنقطعوهم وكنرجعوهم من الجهه الفوقانيه، كنديرو على شكل قلب. شوفوا الطبقات كيجيو باينين، الطبقه ديال الكيكه والكريمه وديك الطبقه المقرمشه. والطريقه سهله بدون قالب. كنديرو كيكه على شكل قلب، تورته عفوا على شكل قلب، تجي غزاله. شوفوا سهله في التحضير ديالها. كنلصقوا داك الجوانب وبقاو معايا باش نطلع الكريمه. نفس الكريمه اللي درت في الاول غادي نعاود علبه ديال الكريم شونتي مع كاس ديال الحليب، وغادي نطربهم بها باش غادي نغلف الطورطه ديالي وغادي نزوق. كنحتاجو في هاد الطورطه 2 علب ديال الكريم شونتي، واللي ما بغاش يدير كريم شونتي كما قلت لكم يدير نص سيترو ديال الكريمه السائله كافيه. انا كانت متوفره عندي الكريم شونتي ودرتها. كنغلفوها مزيان هنايا بداك الكريمه، كنقادو السطح ديالها. هنا ذوبت 100 غرام ديال الشكلاط ابيض، هي نوعيه عاديه، وزدت عليه ملون وردي. شوفوا كنبقاو نزيدو حتى كنوصلوا لداك اللون اللي بغينا حنايا. غادي نزيد عليها تمام 4 كاس ديال الحليب حتى نص كاس، وحنا كنخلطوا. غادي تشوفوا الشكلاط بحال بدا كيخسر لكم، ما تخافوش. غادي تشدوا هذا الطرب اليدوي وتبقاو تحركوا مزيان حتى كيولي على شكل كاناش. شوفوا القوام ديالو كيجي غزال ولذيذ بهذه الطريقه. صافي غادي ندير به في بلاستيك الغذائي، ندير به ديك الخطوط اللي كيجيو هابطين في الجناب. التزيين كيبقى اختياري، نتوما كديروا التزيين على حساب شنو عندكم متوفر في الدار وعلى حساب الذوق ديالكم عاوتاني. هنا شاط ليا داك الشكلاط، غادي ندير نص ديال القلب بداك الكاناش ديال الشكلاط، والنصف الاخر غادي نديرو بالكريمه. نتوما غتشوفوا معايا في الفيديو. هنايا بقات ليا الكريمه غنديرها في البوش وغادي ندير بها الورادي ديالي. شوفوا كي كيجيو، كديروا الزواق كما بغيتو نتوما والطريقه اللي بغيتو. انا كنعطيكم غير شنو درت انايا والوصفه والطريقه، وكنتمنى تعجبكم. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي غزال وما شاء الله. هذه هي الطرطه ديالنا اللي وجدت معاكم، الطرطه ديال القلب. كنهديها لكم، كنتمنى تجربوها وتنال